بنقول يا كولر احنا قلنا انت مشيت وزهقتنا وزعلتنا، بس احنا اكتشفنا حقيقي اللي انت في لعيبه دمرتها وكنت هتدمرها نفسيا، والوقت اللي انت مشيت فيه ده كان انسب وقت، خصوصا ان انت كنت لاقي حاجه اسمها تغييرات. احنا النهارده شفنا عماد النحاس لما غير في الدقيقه 60. طبيعي تبقى متعادل وتغير في الدقيقه 60. التغيير يغير من رتم الماتش معاك، تقدر تعوض في اخر نص ساعه، تقدر لو انت حتى خسران ترجع تاني للماتش، لو انت متعادل تقدر تتقدم، لو انت متقدم تقدر تضيف تاني وتالت. كولر كان لاغي الحته دي ومعقدنا فيها في حياتنا، وكولر كان عايز اللاعب اللي يلعب ال 90 دقيقه يطلع قماش، وده مش صح. النهارده احنا شفنا رغم ان عماد النحاس ما الفش، ودي احترمناه فيها وما نقدرش نقيم عماد النحاس في ماتش زي ده، بس احنا اللي لاحظناه اللي لعيبه الاهلي لسه في غيبوبه، ومفيش روح النادي الاهلي ولا شكل النادي الاهلي اللي احنا عايزين نشوفه في كاس العالم وفي البطولات الجايه. وبالمنظر ده انت النهارده لولا عماد النحاس عمل التغييرات وربنا اكرمنا وكسبنا، كان زمانك بتهدي الدوري لبيراميدز وبتدخل نفسك في دوامه الكونفدراليه وافريقيا. بس الحمد لله ان التغييرات، واحد زي جراديشار الله اكبر عليه، كوره من فاول معموله له حطها من قبل ما تنزل على الارض بشكل ولا